تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء في نفس الموعد مع برنامج المرأة والحياة. في البداية يسرني ويسعدني جدا أن ألتقيكم في هذه الحلقة اللي راح نكمل فيها موضوعنا خطوات التغيير. قبل كده خلوني أذكركم برقم للتواصل معنا والمشاركة والمداخلة والاستماع إلى قصصكم وتجاربكم في هذا الموضوع برسائل الواتساب أو الاتصال بالواتساب حسب الدولة اللي أنتوا فيها. فرقمنا هو 0044-794-78-31-417. احنا كنا توقفنا في نقطة مهمة جدا، أنه التغيير دائما يبدأ من الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولازم نعرف أنه موضوع التغيير أو سنة التغيير هاي سنة من السنن الكونية، لكن هي ما بتصير بشكل عبثي ولا بشكل غير ملاحظ، إنما هي تحدث دائما وبقرار الإنسان بإرادته أو غير إرادته. فكلامنا احنا عن التغيير هيكون باختيار الإنسان، باختيارنا نحن نخوض رحلة التغيير في حياتنا. طالما احنا مو مرتاحين مع الوضع اللي احنا عايشين فيه، طالما احنا مو مرتاحين للوظيفة اللي احنا فيها، طالما نحن غير سعداء مع الأشياء اللي نمارسها في حياتنا، طالما المشاكل نفس نوعية المشاكل قاعدة تتكرر في حياتنا، فهذه كلها علامات تقول لنا لازم نخطو خطوة في اتجاه التغيير. الخطوة اللي احنا راح نتكلم عليها اليوم في موضوع التغيير هي وضع الجدول الزمني للتغيير. ايش معنى هذا الكلام؟ احنا ذكرنا لما الإنسان يبغى يخوض موضوع التغيير حتى لا يتعب ويزهق ويقول أنا والله جربت وبدأت وما عرفت أوصل والنتيجة ما كانت زي ما توقعت وتعبت وزهقت، أو أي تبرير آخر، أنه لازم نكون منطقيين في موضوع كيف يحدث التغيير، أو كيف نستطيع احنا نلاحظ أنه صار في تغيير في حياتنا. لما نحط جدول زمني إيش معناها؟ يعني أحط فترة بداية ونهاية أقدر أقيس فيها مرحلتي. لو أخذنا مثال أو مثالين، مثلا قلنا الحمية أو مثلا القراءة. خلينا نتكلم عن القراءة. ليش نتكلم عن القراءة كموضوع مهم من مواضيع التغيير؟ لأنه في موضوع القراءة يعمل على تغيير طريقة تفكير الإنسان، ذهن الإنسان، ثقافة الإنسان، عقلية الإنسان، نفسية الإنسان. فإذا أنا قررت مثلا أني والله أنا عندي كتاب 500 صفحة بخلصه في 3 أيام، هذا غير ممكن. أساسا الإنسان لما يبدأ في قراءة الكتاب ده معناها لازم يقرأ فيه ليل مع نهار حتى يخلصه. طيب إيش الهدف؟ الهدف أني أنا أخلص الكتاب ولا أني أنا أستوعب الكتاب أو أفهم الكتاب وأقدر أطبق الأفكار اللي فيه؟ الهدف تبعي أني أنا أقدر أقرأ الكتاب وأستوعب الأفكار وأقدر أطبقها. معناها لازم يكون مراحل قراءتي لهذا الكتاب مرحلة متدرجة. ممكن أقول أقرأ كل يوم 20 دقيقة، نص ساعة كل يوم نص ساعة. معناها لازم أعرف أني أنا في آخر أسبوع راح أكون وصلت عدد ساعات معينة بدون احتساب عدد الصفحات. طيب معناها أني أنا حخلص الكتاب بهدوء وإتقان وفهم وتطبيق عملي لما ورد في هذا الكتاب. طيب هذا الجدول الزمني مهم جدا حتى أني أنا أقدر أقيس. ساعتها النص ساعة هذه أخذت شهر، أخذت اللي تأخذه، المهم أنه أنا أحافظ على رتم النص ساعة في القراءة لهذا الكتاب. بعد كده أقدر أقيس تماما أنه أنا كل كتاب يعني عدد صفحاته 500 صفحة احتاج لإنهائه نصف ساعة يوميا. هل الإنسان لما يقرأ نصف ساعة يوميا في كتاب عدد صفحاته 500 ويتحلى بالصبر والهدوء كذا والتركيز وإنه يهيئ نفسيته والجو للقراءة، لما يخلص هذا الكتاب هو نفس الشخص اللي لما بدأ بقراءة الكتاب هذا
أكيد مختلف الموضوع تماما. في قياس تغييره راح يكون بنهاية آخر صفحة من هذا الكتاب، التغيير اللي طرأ عليه. لو سأل نفسه الإنسان هل أنا هو نفس الإنسان؟ هل أنا نفس الشخص اللي كنت أفكر بهذه الطريقة في أول ما بدأت أقرأ الكتاب هذا؟ هل سلوكياتي هي نفسها؟ لا طبعا. هذه الأشياء أو التفاصيل الصغيرة اللي راح تظهر عليه نتيجة قراءته لهذا الكتاب أو ممارسته عادة القراءة بشكل ثابت، هذا هو الطريقة الوحيدة لقياس أنه قاعد يتغير. دائما نحن نزهق من موضوع التغيير. ليش؟ لأنه نحن نبغى كل شيء سريع، نبغى نتائج على طول، كن فيكون، وننسى أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أساسا يعني في 7 أيام. يعني الله قادر أن يخلقها كلها في يوم واحد. إيش في يوم واحد؟ في لحظة، في لمح البصر. لكن حتى الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه كل شيء يبغى له وقت. خلق السماوات والأرض في 7 أيام، فما بالنا نحن المخلوقات الضعيفة المحتاجة العاجزة نستعجل. هذه العجلة دليل على أن احنا صار عندنا قصور في الفهم، صار عندنا كسل، صارت إرادتنا وهمتنا ضعيفة جدا. إذن أهم شيء في موضوع التغيير أن احنا نحدد جدول زمني ونستثمر في الوقت الذي سوف يحدث فيه التغيير. هذا مثال بسيط القراءة. نحن نقدر نقيس عليه كمان موضوع مهم جدا ممكن الكل مهووس فيه أو الكل يحب يسويه، موضوع الحمية. نفس الشيء، استعجال النتائج دائما يعطي نتائج عكسية، يصيب الإنسان بالإحباط، لأنه هو يتوقع أنه لازم يصير النتيجة بسرعة. ما في شيء بسرعة، الحياة أساسا ما تمشي بسرعة، كل وقتنا أساسا يمشي ببطء شديد جدا حتى احنا نوصل للنهاية اللي احنا نشوفها. دائما احنا نشوف النهايات، لكن احنا ما بنشوف ماذا يحدث في أثناء الرحلة التي تحدث في الحياة أساسا، التغييرات دائما. خلوني أذكر لكم قصة بسيطة في هذا السياق، أنه ممكن أكون ذكرتها المرة الماضية بس معلش راح أعيد أذكركم فيها مرة أخرى، اللي هي أثناء ما كان في واحد مليونير، في واحد صحفي قاعد يعني يسوي يعني يجري لقاء صحفيا معه. قام المليونير سأله، قال له هل عندك بيت؟ قال له لا، أتمنى بس يكون عندي بيت، أتمنى يكون عندي بيت، هذه كلنا احنا نتمنى، أتمنى يكون عندي بيت، أتمنى يكون عندي سيارة، أتمنى يكون عندي أي شيء. المليونير صحح له الجواب الصحيح، قال له لا تقول أتمنى يكون عندي بيت، قل أنا راح أشتري بيت، وحدد مواصفات البيت وفي المنطقة اللي تبغاها والسعر في هذه المنطقة إيش هو، وادرس الموضوع كما لو أنك أنت راح تروح تشتريه الآن. بهذه العقلية تقدر تفكر. هذه نصيحة واحد يعني يمارس التجارة المالية قاعد يعطيها بشكل بسيط، وهذه هي الحقيقة. نحن لازم نتوقف عن إن احنا نقول أتمنى يحدث هذا الشيء، أتمنى. إذا كلها أمنيات خلاص، أمنية تبقى في مكانها فقط. لكن لما نكون نخوض التفاصيل في الشيء اللي احنا نبغى نحققه ونتخيله في دماغنا كيف هو ونشعر فيه، معناه نحن مستعدين الآن نخوض التغيير في هذا الأمر. لذلك خلينا نركز دائما إن احنا لما نبغى نتغير نحدد في أي جانب احنا نبغى نتغير. بلاش يكون موضوع التغيير هذا موضوع عام، أبغى أتغير وخلاص. تبغى تتغير في إيش؟ أتغير في دراستي، أبغى أتغير في وظيفتي، أبغى أتغير في سلوكي، مظهري، في طريقة تفكيري. لازم نحدد. كل ما حددنا الجانب اللي أنا أبغى أشتغل فيه للتغيير، معناها أني أنا حبدأ أدرس ماذا تحتاج مني هذه الرحلة من مجهود، من علم، من فهم، من استعداد في هذا الجانب. معناه راح أكون دقيق جدا في ملاحظة هذا الجانب اللي أنا قررت أني أنا أتغير فيه. كثير مننا مثلا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى نتمنى أن تكون أفضل، نتمنى، لكن كم واحد مننا بالفعل عمل بجد واجتهاد أنه تكون أفضل، عمل بانتباه، عمل بإخلاص، عمل بإصرار، كل يوم يراقب نفسه مع الله سبحانه وتعالى. هل هو يتعامل مع الله بالإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ في كل كلمة، في كل همس، في كل تفكير نحن نتكلم فيه، هل نحن نراقب الله في هذا الأمر ونحاول أن نحن نكون أفضل لما الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوبنا وعلى أفكارنا وعلى كلماتنا اللي نتكلم فيها مع أنفسنا، نحن نكون نتلفظ بألفاظ ترضي الله؟ فهذه الجوانب في المراقبة في علاقتنا مع الله هي اللي تصنع علاقة قوية
جسر قوي جدا من الأمان بالاتصال والالتصاق بالله سبحانه وتعالى. إذا قاعدة هذا اليوم أو قاعدة التغيير في أن احنا نخصص وقت أو نحدد فترة زمنية للتغيير هي أنه أي هدف لازم نضع له فترة زمنية لتطبيقه. خلاص هذا مشروع، لازم أحدد له نقطة البداية ونقطة النهاية وأركز معناها وأبدأ وأتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة. 7 خطوة من خطوات التغيير اللي هي الفعالية. إيش معناها الفعالية؟ معناها إن الله يحب المتوكلين، معناها فإذا عزمت فتوكل على الله، معناها وشاورهم في الأمر. ومن أشد آفات الفكرة في موضوع التغيير إنها تظل دائما في عقل صاحبها، يعني يفكر 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 أبغى أتغير، أبغى مش عارف إيش، يناقش الفكرة مع نفسه. من كتر ما يناقش الفكرة الإنسان مع نفسه ويقعد يراجع ويدرس الموضوع لكنه لسه ما يعني وضعها موضع التنفيذ، تموت الفكرة في دماغ الإنسان، تتحول إلى خيالات وأوهام، وبعد كده من كثر ما هو برضه يفكر نفس الشيء يصير إنسان عاجز. أسهل له طبعا. ليش عاجز؟ حتى لا يبذل الجهد في التغيير. هذه الآفة ما تحلها إلا أن الإنسان عندما يعزم على شيء لازم يتوكل على الله. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه الإنسان لما يعزم على أمر لازم أول شيء يشوف هل هذا الأمر صحيح، هل هو الأمر لازم يقوم فيه، هل هو بكيفية ترضي الله سبحانه وتعالى، هل هو بالأسلوب المناسب لحياته للهدف اللي يبغى يوصل له، هل هو بهذا الشكل. خلاص كل العلامات والإشارات اللي تدل على صحة ما سوف يقوم به من تغيير إذا صارت مكتملة معناها يتوكل على الله ويمضي في هذا الأمر. طبعا الإنسان لما يتوكل على الله ويمضي في هذا الأمر مع الأسف الشديد يحبط لما لا يصل للنتيجة التي يرجوها، وهذا الإحباط يخليه ينتكس. لكن هذول اللي يشعروا بالإحباط لما يمشوا في الموضوع وما يحدث ما يتمنونه، يعني أحب أطمنهم ونقول لهم أنه هذا شيء طبيعي جدا. هذا الانتكاس أو عدم النجاح في الوصول للهدف معناها إشارة أنه لازم في شيء خلل معين يجب سده، أو في جهل في أمر معين يجب تعلمه، معناها هذا الشيء. لما نقول أن الإنسان يتوكل على الله ويمضي في هذا الأمر مش معناها أنه لازم يكون الطريق سالك ومعبد وخلاص صحيح 100%، مو معناها كذا. معناها أنه أنا أبدأ يعني أشوف خطواتي وأشوف أنه قاعد أمشي بهدوء وبطريقة صحيحة، أستمر. متى ما صار في أي إحباطات أو أي انتكاسات أو عدم وصول الهدف أو أي عجز أو خلينا نقول هزيمة نفسية، أدرك تماما الآن أنه في مشكلة لازم أحلها مع نفسي، في شيء ماني عارفه أو شيء ماني فاهمه في هذا الموضوع لازم أفهمه ويكون بشكل أفضل وأستمر في المشي. لأن الله سبحانه وتعالى يعني إيش قال؟ إن الله يحب المتوكلين. مجرد أساس الإنسان يتوكل على الله هذه عبادة. يتوكل على الله في القيام بهذا العمل يعني هو مأجور في الرحلة نفسها حتى لو ما وصل. معناها أن الله سبحانه وتعالى معاه، بمعية الله قاعد يمشي في هذا الأمر، في هذا التخطيط وفي هذا الترتيب. فلازم الإنسان دائما يكون ملتصق في الله في قيام بهذه الأعمال، وأنه يخرج الأفكار من مرحلة التفكير فقط إلى حيز التنفيذ والفعل والإيجاد على أرض الواقع. الخطوة الثامنة اللي مهمة جدا في موضوع التغيير اللي هي التدرج. التدرج إيش معناه؟ تدرج يعني أمشي مع نفسي بهدوء، برأفة، برحمة، بشفقة. لا أكون أنا والدنيا على نفسي في رحلة التغيير. ما أحط كل الأشياء الصعبة قدامي وأقول لا خلاص أنا راح أبدأ وراح أسوي وراح أفعل وراح أشق على نفسي إلين الإنسان يعني يخرج زي ما يقولوا من طوره من توازنه بهذه المشقة. إنما الإنسان يتدرج بنفسه ويرأف بها ويمشي مع نفسه بهدوء. ليش؟ لأنه دائما في البدايات دائما في حماس، دائما في كذا حماس غير منضبط، دائما في نشاط زايد، دائما في طاقة زايدة، وهذا طبيعي جدا. لكن العاقل
يعرف تماما أنه هذه الشعلة القوية جدا اللي حدثت في البداية لن تستمر على طول الخط. فهو يعرف تماما الآن كيف يستغل هذه الحماسة أو هذه الطاقة اللي صارت في البداية ويجزئها ويمشي فيها بهدوء مع نفسه، لأنه النفس لها إقبال وإدبار. دائما النفس في البداية تقبل على الشيء، النفس تقبل على الطاعة وتندفع، أصلي قيام الليل، أصلي النوافل، وأقرأ القرآن، وأصوم الاثنين والخميس و3 أيام من كل شهر، وأكثر التسبيح. هذه في البدايات كله موجود. طيب، لكن بعد فترة يصير في فتور وتوقف عن كل هذا وانسحاب من هذا كله، إلى الإنسان يشك في نفسه أنه صار منافق يعني. وهذا الشيء طبيعي جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق أنفسنا هذه في حالة واحدة ولا في مزاج واحد، دائما نحن متقلبين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. معناها إيش؟ يعني الإنسان دائما يتقلب، يعني القلب من التقلب، والإنسان أصلا يتقلب. فيكون مرة يعني عنده حماس زايد لأمر معين، وخلاص وأبغى أسوي وأفعل وشحن نفسه مضبوط يعني، لكن بعد شوية يخفض حماسه وينخفض ويصاب بالفتور ويتوقف تماما. طبعا هذا كله يجي من جهل الإنسان بالتعامل مع نفسه وبالتعامل مع مرحلته اللي هي في التغيير. التغيير دائما يحتاج هدوء، يحتاج توازن، يحتاج ضبط، يحتاج الإنسان يكون يعني مفتح عينه زي ما نقول، ومنتبه تماما لما يحدث حوله ولما يحدث في داخل نفسه. ليش؟ لأنه الإنسان أساسا لما يبدأ التغيير هو من داخله قاعد يخرج من منطقة الراحة، من منطقة المألوف والمعتاد بالنسبة له، قاعد يخرج على شيء جديد. فطبيعي إنه هو ما راح يشعر بالارتياح والانسجام، حيبدأ يتصادم مع نفسه، يتصادم مع الأحداث، ويتصادم مع الناس. فكيف يجمع على نفسه إنه خروجه من دائرة الراحة كمان يعني يكون متحمس بزيادة يعني؟ فهذا الشيء ما يصير أبدا ولا يمكن ضبطه إلا أن الإنسان يبدأ شوية شوية مع نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذا الشيء أشياء: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لما قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مش معناها في العبادات فقط، إنما في كل خير، في كل عمل يقوم في الإنسان. الاستمرارية في العمل هي أفضل شيء في هذا العمل، وليست القيام به. القيام به ممكن تقوم فيه اليوم لكن بكرة ما تقوم فيه، لكن استمراريتك في القيام بهذا الأمر والدخول فيه وإحداث التغيير بشكل تدريجي هو اللي يعطيك النتيجة الأكيدة في هذه الرحلة. طيب، كيف لازم إذن معناها الإنسان يعني يعمل مع نفسه في موضوع التدريج هذا؟ يبدأ بشيء بسيط. أول شيء يختار الجانب اللي هو يحتاج أن يتغير فيه، ويشوف تماما في أي جانب هو عنده نقطة الضعف أو الخلل اللي لازم يغيره. ثم يبدأ بسلوك معين، سلوك بسيط جدا سهل تغييره، ويحافظ على هذا السلوك أو هذا التغيير البسيط ويستمر عليه فترة حتى يكون هو هذا عادته الآن الجديدة التي اكتسبها. لما يحرز التقدم في هذه النقطة وفي هذه الزاوية في التغيير، يزيد الجرعة شوية. زيادة الجرعات بشكل منضبط وهادئ ما يوتر الإنسان، وما يوتر مزاجه، وما يوتر أفكاره، وما يوتر الناس من حول، ولا يوتر الأحداث. إنما كل شيء يبدأ يصير بانسيابية، بهدوء، بسلاسة. فيخرج الإنسان مما اعتاده من سلوكيات معينة إلى سلوكيات جديدة من خلال رحلة التغيير، زي المولود الجديد، فيكون وصل لصورة متكاملة. ويحافظ على أنه يزيد الجرعة قليلا قليلا، وينتقل من كل مستوى إلى المستوى التالي بهدوء. طب كيف الإنسان ممكن يعرف هو في أي مستوى؟ يقدر يعرف، هو يقيس نفسه كيف كان مثلا قبل شهر في هذا الأمر، والآن بعد شهر أثناء ما هو في رحلة التغيير كيف أصبح. الآن خلاص بدأ الإنسان يشعر أنه صار في تغيير، يزيد الجرعة شوية، يعني يزيد خطواته ناحية التغيير أو الهدف تبعه، كمان خطوتين، كمان 3 خطوات، كمان 4 خطوات، بهذا الشكل. إذا كان الإنسان ما يقدر يصير صديق نفسه، إذا ما كان يقدر يرحم نفسه في رحلة التغيير
ويطلب من الآخرين إن هم يرحموه ويعطفوا عليه ويشجعوه، هو ما يسوي زي كذا مع نفسه، فراح يتعب الإنسان في رحلته هذه. فلا يجمع على نفسه المرء المشقات في رحلة التغيير هذه بأنه يعني يقوم بالأعمال دفعة واحدة مرة واحدة، لا يسوي هذه الأشياء كأنه هو قاعد يتخلص من شيء ويبدأ يلبس شيء جديد، لأنه هذا الشيء النفس لا تقبله والمزاج ما يقبله، ولا حتى الناس والأشخاص اللي حوالين هذا الإنسان اللي يريد التغيير تقبله، إنما يأتي إليهم بالتدريج وبهدوء. وإحنا دائما لازم نتذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 7 أيام. هذا أكبر مثال لنا إحنا في موضوع التدرج في مسألة التغيير في أنفسنا وفي سلوكياتنا. طبعا بعض الناس مثلا يقولوا نحط قانون المكافآت، يعني إذا أحرزت نقطة ولا تغيرت في جانب معين أكافئ نفسي، وإذا قصرت فأنا أعاقب نفسي. في رأيي الشخصي أنا ما في داعي الإنسان يسوي زي كذا. إذا كان الإنسان يبغى يكافئ نفسه إنه بدل ما كانت خطوة واحدة راح يمشيها الآن ويتدرج مع نفسه في التغيير، يخليها 2 خطوات. أما عقاب النفس فهذا شيء غير مطلوب، لأنه بطبيعة الحال إحنا قلنا للنفس إقبال وإدبار، فالإنسان في لحظة الإقبال يشد على نفسه شوية، لكن لما تدبر ما يقطع عادته في إحداث التغيير، إنما يقلل مما بدأ به حتى يكون يمشي بانسيابية وانسجام في مرحلته هذه. وراح أذكركم أنه موضوع التغيير موضوع كبير جدا، لكن كلما نحن اخترنا الجانب اللي احنا نبغى نتغير فيه نقدر نمشي بهذه الخطوات بهدوء وسلاسة حتى نصل للهدف اللي احنا نرغب الوصول إليه. طالعين لكم فاصل، لا تروحوا بعيد عشان نكمل موضوعنا الممتع جدا في خطوات التغيير، خليكم معانا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ننتظر تواصلكم معنا عبر الواتساب، رسائل الواتساب أو الفيسبوك أو الاتصال بالواتساب حسب الدولة اللي انتم فيها. نذكركم برقم التواصل 004479483117. نكمل موضوعنا في خطوات التغيير، واحنا ذكرنا انه يكون الانسان اكثر رأفة ورحمة بنفسه في موضوع التغيير اكثر من الاخرين، فلا يكون هو والدنيا على نفسه.
10 نقطة أو 9 نقطة في خطوات التغيير، أو خطوة 9 في مرحلة التغيير أو في رحلة التغيير، اللي هي لازم إنسان يكون مرن ومنفتح مع خطته. طالما الإنسان صار عنده هدف الآن في موضوع التغيير، يبغى يتغير ليش، والهدف تبعه صار واضح، وصار عنده خطة، وصار عنده كل الأمور التي تلزمه إحداثها وإدخالها في رحلته في التغيير، إيش لازم يكون؟ هل يتمسك بخطته زي ما هي خلاص، زي ما نقول إحنا بالعامية، يعني ياخدها كده على الناشف، 1+1=2 وخلاص، ما أغير فيها ولا أطور فيها ولا شيء؟ لا، الإنسان يكون عنده اللوحة كاملة، التصور النهائي واضح بالنسبة له في ذهنه، لكن لازم يكون مرن تماما مع خطته. طب إيش فائدة المرونة، أو إيش معنى المرونة؟ المرونة معناها أن الإنسان ما يتمسك بالشيء اللي هو أو الأسلوب اللي راح يتبعه في رحلة التغيير تمسك يعني يضر به ويضر بالآخرين. يعني يكون سهل جدا، المهم هو عينه على الهدف تبعه هذا، يقدر يوصل له بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يكون عنده دائما خيارات. لا يكون إنسان يعني حاد الطبع في رحلة التغيير، لا يكون صعب مع نفسه، صعب مع الآخرين، وصعب حتى مع مرحلته الجديدة. لازم يكون مرن تماما. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، عندما أخذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بدر وقال لهم خلاص ننزل الجيش هنا، كان معه من الصحابة من هو يعني عنده عقل كل شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب المكيدة؟ سؤال بسيط، يعني هل هو يعني من أمر السماء حتى نطيع وخلاص، ولا هو بس الحرب يعني والمكيدة؟ الحرب المكيدة. فقالوا: يا رسول الله، هذا ليس منزلا، إنما اختاروا مكان ثاني للجيش في غزوة بدر ونزلوا فيه. هذه هي المرونة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج الغزو، هذه الخطة الأساسية، لكن فين توزيع الجيش والمعسكر؟ هذه كانت الخطة المرنة اللي أخذ فيها برأي من يعرف لأساليب الحرب. في أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية كان ينزل عن رأيه في أمور الدنيا، ينزل عن رأيه ويتبع رأي غيره، لكن هذا إيش كان في أمور الدنيا، وهذه هي المرونة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة بهذه المرونة، فما بالنا نحن الأشخاص العاديين جدا نتمسك بكلامنا وبخطتنا كأنها قرآن منزل. هل هذا صحيح؟ ومع الأسف الشديد هذا التمسك والتشبث بالرأي أو بالخطة هو اللي دائما يخلينا احنا نفشل في موضوع التغيير ونتصادم مع كل من حولنا. كل ما الإنسان يكون مرن والسهل جدا التعامل معه، وما يسبب شوشرة وإزعاج وقلق وتوتر لكل الأشخاص اللي حوله أثناء ما هو قاعد يخوض التغيير، حيكون يوصل في هذه الرحلة وهو يعني سعيد مرتاح، لم يخسر الناس من حوله، لم يخسر الداعمين، لم يخسر الناس اللي دائما تشجعوا أن يكون شخص أفضل. الكثير مننا ليش يتصادم مع المجتمع، مع أهله، مع أصدقائه في رحلة التغيير؟ لأنه يتمسك برأيه. خلاص أنا الآن إنسان متغير، أنا أبغى أصير كذا، خلاص تعاملوني على هذا الأساس. تعاملوني على هذا الأساس معناه أنتوا كمان لازم تتغيروا عشان تقدروا تتعاملوا معايا كشخص جديد. طيب إيش علاقة الناس بالتغيير اللي أنت قاعد تسويه في حياتك؟ التغيير اللي تقوم فيه أنت مسؤول عنه أنت، الناس ما لهم دخل بالموضوع ده كله، الظروف ما لها دخل بهذا كله. كل شيء من حول الإنسان المتغير الآن أو الذي يخوض رحلة التغيير مو لازم يتغير عشان هو قاعد يتغير. أول شيء هو يتغير، بعدين النتائج راح تتغير، لأنه هو أساسا لما يحدث تغيير في طريقة تفكيره معناه راح يصير في تغيير في نظرته للأشياء، في حكمه على الأشياء، في إدراكه للأشياء، في إحساسه للأشياء، كله راح يتغير. لكن نحن نتصادم دائما مع الأشخاص اللي يخوضوا موضوع التغيير في أي جانب من جوانب حياتهم، إنه هم يتمسكوا بقوة، ولما تسألهم ليش كده، خلاص أنا قررت ممتاز، لكن قرارك كيف سوف تطبقه؟ من سيتحمل نتيجة هذا القرار؟ هل لازم الناس كلها تتحمل نتيجة هذا القرار؟ لا طبعا.
الإنسان اللي بيتغير يتغير لحاله بهدوء براحة. خلي الآخرين يشوفوا التغيير ده، خليهم يكونوا داعمين، خليهم يثنوا عليه وعلى الجهد اللي قاعد يبذله، لكن مو لازم يخلق له في رحلة التغيير الخصوم ولا الأعداء ولا الناس اللي تنفر منه ولا أي شيء. ما في داعي لهذا كله. المفروض أساسا أن التغيير هو شيء نلاحظه نحن كنتيجة، لكن ما نعيشه مع صاحب التغيير. يعني اللي بيتغير يتغير هو لوحده ويشعر فيه، لكن مو لازم نحن نعيش مع الدور وندور حوله، مو لازم هذا كله، لأنه هذا الشيء يسبب توتر للجميع. مو كل الناس مستعدة تتعامل مع التغيرات، لذلك لازم يكون عندنا كمان شوية رحمة مع الناس اللي حولنا لما نخوض موضوع التغيير. إذا قلنا إحنا المرونة والانفتاح في خطتنا هذا مهم جدا، حتى ما نتصادم لا مع الآخرين ولا مع أنفسنا ولا مع الحياة. بالنهاية نحن نحتاج نطور آلياتنا وأساليبنا في رحلة التغيير، وهذا التطور ما راح يأتي إلا إذا كان عندنا مرونة وقدرة نحن نترك جزء من الخطة تبعنا أنه ما يتناسب مع الواقع اللي احنا نعيش فيه، حتى نأخذ بالشيء الممكن تطبيقه. وفي النهاية لازم الإنسان يكون سهل، يعني المؤمن سهل هين لين، يعني يكون سهل جدا التعامل معه، سهل جدا الأخذ والعطاء، سهل جدا نحن نتفاهم مع الشخص اللي قاعد يخوض التغيير. لكن لازم دائما يكون عندنا الصورة النهائية واضحة تماما في هذه المرونة. لا نخلي موضوع أنه احنا نكون مرنين معناها نكون ما عندنا ضابط للمرونة. لازم المرونة اللي أنا أكتسبها أو أجعلها من ضمن خطتي في التغيير مرونة تساعدني في رحلتي للتغيير، لازم تكون تخدمني. أما أنها إذا كانت تضرني فهذه المرونة الآن صارت مضرة لي وما تنفعني في هذا الشيء. لازم أكون سهل صح، لكن إذا كانت سهولتي هذه راح تضرني معناها ما في داعي منها. طيب كيف أعرف أنا هذا الشيء؟ لازم أعرف من ردة فعل الناس من حولي ومن سلوكي أنا وعدم ارتياحي. احنا قلنا في التغيير الإنسان بيخرج من المألوف إلى شيء غير مألوف، يخرج من دائرة الراحة إلى دائرة جديدة. طبيعي إن الإنسان حتكون مشاعره مضطربة، طبيعي إنه بعض الأحيان ما حيقدر يميز الأمور كيف ماشية لأنه شيء جديد قاعد يتعلمه. لذلك هو يحتاج في هذه المرحلة من يستشيره، من يعينه بالرأي، من يعينه إنه يشوف بالنيابة عنه الأشياء كيف ماشية. لذلك مرونته هذه هي الشيء الوحيد اللي راح يساعدوا الآخرين إنهم يعني يرشدوه ويكونوا مثل المصابيح المضيئة له في هذا الطريق الجديد الذي يسير فيه. طبعا حياة الناس المبدعين في كل مجال مليئة جدا بأنهم كانت عندهم أفكارهم وغيروا تماما الفكرة، لكن المضمون موجود، غيروا الأسلوب في التعاطي مع الأمر هذا كله للوصول للهدف. لأنه بعض الأحيان الواحد يكون عينه على هدف لكن الأسلوب الذي يتبعه ما راح يوصل لهذا الهدف أبدا، أو إذا وصل للهدف راح يكون وصل له منتهي، يعني منهك متعب، لن يشعر بالنجاح للوصول لهذا الهدف. فالقصة هي أنه نحن دائما نتبع الناس اللي دائما عندهم مرونة في التعاطي مع الأفكار، مرونة في الكلام، مرونة في طرح الأفكار، في مناقشة الأشياء في رحلتنا في التغيير هذا كله، حتى نحن نقدر نصل إلى الهدف والنتيجة التي نعمل لأجلها. إذن كن مرنا، كل خطة مناسبة للوصول لهدفك إذا غيرتها قليلا أو أدخلت عليها تعديل هي تقوي الفكرة نفسها أو الخطة نفسها ولا تضعفها. إذن المرونة مطلوبة، والمرونة دائما مطلوبة أساسا، مش في التغيير بس، في الحياة كلها المرونة مطلوبة بقوة. المرونة هي اللي تحافظ على أنه الإنسان ما يكسر ما بينه وبين نفسه، ما بينه وبين الناس، ما يكسر الروابط الموجودة مع الحياة، ما يكسرها أبدا، إنما يحافظ عليها ويبقي عليها. الخطوة المهمة التالية من خطوات التغيير هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أو الاتصال الدائم بالله سبحانه وتعالى. الاتصال الدائم بالله سبحانه وتعالى دائما يعطي قوة وطمأنينة وراحة وسكينة للإنسان.
في الحياة، فما بال الإنسان لو كان يبغى يخوض شيء في التغيير. الإنسان مهما بلغ عقله وذكاؤه وفهمه وقوته وقدرته وإمكانياته، إذا الله سبحانه وتعالى لم يمده بالعون فهذا كله وباء عليه، وبال عليه، ما ينفع ولا بشيء. لا يظن الإنسان أنه هو إذا صار عنده علم وفهم وإدراك وإحاطة بهذا الأمر خلاص أنه إنما أوتيته على علم عندي. الأمر مو كذا. الأمر أن الإنسان كلما مع هذه الأشياء اللي الله أعطاك إياها، إذا التجأت والتصقت بالله وسألت الله العون في هذا الأمر، فإن الله يفتح عليك فتحا عظيما من الفهم والإدراك العميق لرحلتك. بعض الأحيان نحن نخوض رحلة تغيير في اتجاه معين، لكن من كثر ما احنا نسأل الله عز وجل أن يهدينا، اللهم اهديني اللهم اهديني اللهم اهديني، يبين الله سبحانه وتعالى للإنسان أنه هذا الاتجاه ما هو صحيح، وأنه أفضل اتجاه هو الاتجاه الآخر الذي يفتحه الله بقدرته. فيظن الإنسان كأنه هو باب، يعني باب ما يحبه انفتح له، لكن هذا الباب الذي لا تحبه الآن والذي يخالف رغبتك أو هواك وعلمك هو أفضل باب لك في رحلة التغيير إذا أنت ملتصق بالله وأنت كنت صادق مع الله سبحانه وتعالى. ودائما التغيير الذي يحدث وفيه خير وبركة يأتي من الأبواب التي لا نتوقعها، أو من الجهات التي لا نحبها، أو من الأماكن اللي احنا ما نتوقع أبدا ان احنا ممكن نسلكها، أو من التصرفات والسلوكيات اللي احنا ما نتوقع أبدا في حياتنا ان احنا ممكن نقوم فيها. لكن من شدة ما احنا ملتصقين بالله سبحانه وتعالى ونسأل دائما العون والهداية والإرشاد لنا في رحلة التغيير في الجانب اللي اخترناه، نلاقي أن الله يفتح لنا أبواب كثيرة جدا لا يمكن عقلنا ينتبه لوجودها أساسا. وهذا باب عظيم جدا، يعني لأنه الإنسان إيش هو بدون الله سبحانه وتعالى؟ إيش هو بدون ما الله يعينه في أمره، في أي أمر يبغى، في أي أمر. لما نقول ما نبغى نحصر نحن علاقتنا بالله أنه دائما شيء في الآخرة، لا، حتى في أبسط شيء من أمور الدنيا. لما الإنسان يسأل الله يا رب اهديني، يا رب أبغى أغير هذا الأمر، لكن والله ماني عارف يا الله كيف أغير هذا الأمر، اللهم اهديني يا رب، أنت تعلم صدقي في أني أنا أبغى أتغير في هذا الجانب بس ماني عارف كيف. الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، هو الذي يعرف الصدق والكذب في الإنسان، يرشده بشكل بسيط جدا ممكن ما ينتبه له ويدخل في مسار التغيير. وطول ما هو في مسار التغيير دائما يسأل الله يا رب يا رب اهديني، يا رب بلغني، يا رب ارضى عني، يا رب وفقني. يلاقي الإنسان أن التوفيق دائما هو حليفه. ليش؟ لأنه هو يسأل المدد من هو أكبر من أي شيء، اللي هو الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني إنسان مهما اجتهد، مهما صار عنده علم، مهما كان عنده فهم، مهما كان عنده إيش ما يكون، إذا ما استعان بالله في جميع أموره فأول ما سوف يسقط فيه هو الفشل الذريع والخروج دائما بنتائج غير مرضية مع الله سبحانه وتعالى. إذن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي جانب التغيير بالذات، إن احنا نسأل الله العون والمدد في هذه الأمور، هو اللي يجعل الإنسان دائما يصل للهدف تبعه بأفضل طريقة وبأفضل أسلوب. إذا قاعدتنا في هذا الأمر حتكون أن الإنسان يستمد طاقته وقوته من الله سبحانه وتعالى وليس من عمله، حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى من هذا الضعف إلى القوة التي يحتاج إليها. آخر شيء في خطوات التغيير اللي هو في أي جانب مهم نحن نتغير. لما نبغى نتغير في أي جانب لازم يعرف الإنسان أنه في تقريبا 5-6 جوانب في الحياة مهمة جدا أن الإنسان دائما يفكر فيها في التغيير. جانب متعلق بالله سبحانه وتعالى، جانب متعلق بعائلة، بالأسرة، بالأصدقاء، بالأقارب، جانب العلم الشرعي، جانب العمل، جانب الخدمات التي يقدمها للمجتمع، والكثير يقدر الإنسان، والجانب المالي يقدر الإنسان يضيف 100 جانب وجانب في هذه الأمور إذا كان يبغى يتغير. لكن في أشياء مهمة جدا لازم الإنسان دائما يحاول يتغير فيها للأفضل،
دائما يحاول أنه يكون فيها في أفضل مرتبة، في أفضل درجة، اللي هي علاقته بالله سبحانه وتعالى، وعلاقته بمن حوله من الناس، وعلاقته بنفسه. هذول الثلاثة جوانب هي الأساسية اللي الإنسان دائما لازم يكون فتح عينه عليها ويشتغل عليها في مجال التغيير، فيغير من علاقته بالله أنه ما يقبل أن يكون في مستوى أقل، إنما يكون دائما في مستوى أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها سقفها عرش الرحمن، أعلى شيء في الجنة، هذا في الجنة. فما بالنا إحنا معناها في الدنيا، كيف لازم تكون علاقتنا بالله ونحن في الدنيا؟ إن إحنا دائما نترقى، دائما نتطهر، دائما نكون في أفضل مستوى في التواصل مع الله سبحانه وتعالى. في علاقتنا بأنفسنا دائما نحاول نحن نزكي أنفسنا، أخلاقنا، سلوكياتنا، عقلنا، تفكيرنا، طهارة قلوبنا، دائما نراقب هذه الأشياء ونشتغل عليها تغييرا وليس إصلاحا. تغييرا يعني معناها الإصدار القديم ما نحتاجه، احنا نحتاج شيء جديد. هذه الأشياء لازم أعمل عليها بقوة. في الجانب علاقتي مع الآخرين، أشوف إيش الجانب الضعيفة في علاقتي مع الآخرين. ماني قادرة أتواصل مع الناس، ماني قادرة أتفاهم معاهم، الناس يكذبوا، الناس يخدعوني، الناس. معناها مشكلة مو في الناس، المشكلة فيك أنت لازم تتغير. لكن كل هذه التغييرات في هذه الجوانب الثلاثة لازم تسير بالكيفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى حتى تؤتي ثمارها المطلوبة. لأنه في النهاية النتائج اللي احنا نبغى نوصل لها هي النتائج التي توصلنا مع الله سبحانه وتعالى وتدخلنا الجنة. طيب الآن أنا وصلت للتغيير ووصلت للهدف تبعي، إيش لازم أسوي؟ خلاص أحتفل وأفرح؟ نعم نحتفل ونفرح، لكن الوسيلة الوحيدة للاحتفال والفرح بالوصول لنتيجة التغيير أو للهدف من التغيير هي أنه أنا أستمر في مزيد من التغيير للمحافظة على النتيجة اللي احنا نبغى نوصل لها. في نهاية هذا اللقاء أحب أذكركم بقصة، أو أحب أني أنا أحكي لكم قصة حلوة جدا. أنه كان في يوم من الأيام واحد من الملوك خارج مع رعيته يمشي في الشوارع، لكن الشوارع كانت كلها مكسرة فتجرحت رجوله، فما كان في هذيك الأيام أحذية ولا جزم يلبسوها. فقال للوزير تبعه: أبغاكم تفرشوا كل الشوارع بجلود الحيوانات حتى يكون الطريق سالكا للمشي عليه. فقام قال له الوزير: ليش نسوي زي كذا؟ الأفضل نحن نسوي رقعة صغيرة، يعني حذاء، وترتديه أنت يا مولاي. بهذه الطريقة حلوا موضوع أنه تعب الناس وسفلتة الشوارع بالجلود بإحداث تغيير بسيط جدا في السلوك. في النهاية نذكركم أنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرحلة التغيير الشخصية أو الذاتية تبدأ مننا إحنا، لا نطالب الناس تغير، ولا المجتمع يتغير، ولا النتائج تتغير، ولا الأحداث تتغير، طالما نحن واقفين في نفس النقطة. لما نغير مكاننا نحن راح نشوف أشياء مختلفة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نستقبل من أيامنا أفضل مما نستدبر، وأن يعيننا دائما نحن لما نتغير للأفضل ولما يحب ويرضى. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج المرأة والحياة في بث مباشر، ويسعدنا تواصلكم معنا في رقم التواصل 0044 7947 831 ألتقيكم بإذن الله يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد في نفس التوقيت. أترككم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة
أمة العلم وسل إن شئت عنا، سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم والمدرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم والمدرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام